هل تزوج حسن يوسف وسعاد حسني سرا؟ مؤرخ فني يكشف. قال المؤرخ الفني محمد شوقي إن الفنان الراحل حسن يوسف يعد من أبرز نجوم السينما المصرية، مشيرا إلى إنه أول من أطلق عليه لقب الولد الشاي، وبدأ مشواره الفني من خلال فيلم في بيتنا رجل سنة 1961. وأضاف شوقي خلال مداخلة هاتفية مع أحمد دياب وسارة سامي في برنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد إن حسن يوسف كان يرى في أنور وجدي قدوته في الفن والإنتاج والإخراج، لذلك اتجه في أواخر الستينات للإخراج والإنتاج، وقدم أفلاما متنوعة بين الكوميديا الاجتماعية والسياسية والرومانسية. حسن يوسف لم يعتزل الفن كما كان يقال، بل كان يمر بفترات راحة قصيرة، وظل يعمل بشكل متواصل من خلال أعمال درامية وإذاعية. واختتم المؤرخ الفني الراحل قدم مسلسلات شهيرة مثل بوجو طمطم ونادي الخالدين وليالي الحلمية التي تعد من أعظم الأعمال في تاريخ السينما العربية، إلى جانب أعمال للأطفال وأخرى دينية مثل الإمام الشعراوي وابن ماجه والنسائي. وبشأن علاقة حسن يوسف بالفنانة سعاد حسني، اختتم تصريحاته بأنهما كانت تربطهما علاقة كانت قائمة على الاحترام والمحبة، وأن الشائعات التي ربطت بينهما بالزواج سرا لم تكن صحيحة.